جات امي قالت لي حلمت حلم يا احمد، قلت لها ايه هو يا اماه؟ قالت لي قال الاهلي قال ماسك السوبر وهيلف بيه في البلد. قال يخرب بيت ابوي يا باي، الزمالك ما يكسب الاهلي في السوبر يا ابوي، وردوا الاعتبار بتاع القاضية ممكن دي هنناموا ونصحوا عليه مش عارفين ننسوه. تبقى تعشت يا رب يا رب الصبر زملكاوي يا رب. اتعبنا والله اتعبني، كفايه يا ناس. عايزين الواحد يمشي في الشارع يرفع راسه شويه يا زمالك. يا صديق هي فيها زيدان. يا اما ماسك لي البضه بياضه بتاعتك النهارده اما راح تفقس ولا نزل يدك. شغالين نتكتكوا ونخططوا يا زيدان، ده انا حد الوكيت شارب ترمس الشاي من كتر التخطيط. ما تضيعش التكتيك الثاني. ان شاء الله ان شاء الله يا زيدان هنردوا الاعتبار بتاع القاضية ممكن، بس الدور دي انت مش هتبقى القاضي قفشي، هتبقى قاضي زيزو يا زيدان. وعلى رأي المثل لو عايز تغيظه هات له زيزو يا زيدان. واه اما الحسك اعلي يا صديق، اما الواخد جرعه ولا لا معلش يا اما الصفقات اللي جايبينها هدي يزور الاهرامات عنديني. طب اسمع يا ابو الصحاب، هي في اسمعنا انا جاي اقول لك نصيحتين، يا تاخد بيهم يا تشوف انت هيجرى لك ايه. انت تاخد بعضك وتهرب من السوبر. اهرب؟ كي اهرب يعني؟ وتهرب يا ست، ده لعبتكم الهرب، ده انتوا احسن نادي في العالم يهرب من الماتشات. يعني توقفوا الاتوبيس، توقفوا الطياره، واحد يموت في النادي تقولوا رايحين الجنازه بتاعته، دي يعني ده لعبتكم داي. اهرب كي يا زيدان؟ ده انتوا زقطونا المر السنين اللي عدت، ده انتوا خلتوني اعرف السنه فيها كم جمعه يا راجل. اهرب؟ ده انا يوم الجمعه ده مستني فرق الصبر وخلاص. هنرجعوا القاضية بتاع الزيزو ان شاء الله ونسوا قاضية قفشه خالص. امال ايه؟ ما توكل لك حبيبه افيونه تحت لا ولا حاج وكلش افيون. امال قلبك غلط ليه النهارده انت؟ جايبين صفقات يا زيدان واخد بالك بعون الله هجيب لنا الصبر، مش لاك ومش لاكش وفرجوا، وبعون الله الصبر هيبقى جحيم فوق راسكم. صلى على النبي يا صديق، طول ما انت عملت لي فيها قرد وعمال تتنطط لي. عليه الصلاة والسلام. هم حاليا ما فيش غيرهم بعد الماتش، يا كفنك يا جوازك وتشوف لك بلد برا مصر. مين ده اللي شوف بلد؟ كان زمان، ده انت اللي تحضر كفنه. اقول لك الزمالك هنسفلت وشكم ان شاء الله، هنخلي وشكم زي السيراميكا يا زيدان. اشوفك بعد الماتش، انا مش هحكي معك كتير هنا عشان انا قاعد في ارضك، بس اشوفك بعد الماتش ونشوفوا موضوع حكايتي كفنك ومش كفنك. بعون الله يا صديق هشنقك في نص البلد. يا ساتر. اما انت عامل لي فيها لابس لي الفلينه البيضاء ماسك يا ابوي نزل يدك طيب مالك السلام. وبعدين يا زيدان انت عملت الغلط على كده، كي تخش عندي وعلى ارضي يا زيدان ولابس فلينة الاهلي. انت عارفش ان انا الحق صديق ولا ايه؟ واللي يخش فلينة الاهلي يا زيدان ما يطلعش بيه. بعون الله فلينة الاهلي تخش في اي حته يا صديق، ولو يدك لمست الفلينه هزعلك يا صديق عشان ما معيش غيري. صدق ما تطلع بيها الفلينه دي يا زيدان. اطلع بيها اقول لك اخلع بس يدك عن الفلينه. يا ابويا في اوعى لو الفلينه انقطعت يا احمد اموت لك. اوعى تقطع الفلينه خلاص. ما خشش تاني بيها عندي. الفلينه اقول لك. طب خلاص خش شاد. خلاص يا ابوي. يا دوب عموما يعني عم زيدان انت بعد الماتش يا صديق. انا مستنيك. خلاص يا مسكات. خلاص يا ابوي نهتك الراجل اللي فيه جاي يقول لي اهله ومش اهلنا احمد في ارضه وباتي وجنتي. خلاص يا ابوي الواحد ما قش هم فوق همه. مالك ليه وشك مشقلب اللي يخرب بيت ابوك؟ كنت قاعد في امان الله في البيت، جات امي قالت لي حلمت حلم يا احمد، قلت لها ايه هو يا اماه؟ قالت لي قال الاهلي قال ماسك السوبر وهيلف بيه في البلد. قال يخرب بيت ابوك، ده تعرف الحلم ده لو اتحقق هخلص عليك انت امك. هي اللي حلمت الحلم ده يا احمد لو اتحقق امك اعتبرها طالق، تروح بالنيابه عنني يقولها ابويا يقول لك يما انت طالق. سمعت يابا؟ سمعت ولا؟ سمعت يابا. يلا روح. حاضر. الزمالك يتغلب امك اياه. طالع. الله اكبر الله اكبر، بس ان شاء الله ما نتغلبوش.